أخواتي الغاليين، لو ظهر أي إعلان فيه موسيقى أو مخالفة لدين الله أرجوكم اعملوا تخطي للإعلان أو وطوا الصوت لحد ما يبدأ الفيديو. بحبكم في الله. جوزي اكتشف حقيقتي وقرر إن هو يعمل آخر حاجة كنت أتوقعها. عشان تفهموا كلامي تعال أحكيلكوا القصة من الأول. أنا كنت بنت بحب أهتم بشكلي الخارجي قوي وأحب ألبس أحسن لبس، وكان كل اللي يشوفني يقولي نفسنا نبقى زيك، وكنت نظيفة قوي. بس للأسف ده كان خارجي بس، إنما في البيت كنت حاجة تانية خالص. ولا كنت بسرح شعري ولا أغسل وشي ولا أسناني، وكنت بداري ريحتي اللي مش لطيفة بالبرفان. وفي يوم ابن زميل بابا شافني وعجبته، قرر إن هو يتقدم لي. طبعا بابا فرح جدا لأن أبوه كان صاحبه المقرب، وبابا طبعا عارف ابنه اللي هو الولد اللي متقدم لي. وانا الصراحة كنت فرحانة اكتر لان اي حد كان يتمنى يناسب الناس دي. كانوا ناس ما شاء الله عليهم من عيلة ومحترمين، يعني كويسين من كل حاجة. وجي فعلا وقعدنا مع بعض وحصل قبول ما بينا وتمت الخطوبة. وطول فترة الخطوبة كان مبهور بصوتي الواطي ونظافتي وشياكتي، وكان بيحاول يخلص الشقة بسرعة عشان نتجوز في أقرب وقت. وفعلا بعد وقت قصير اتجوزنا. عدينا أول أسبوع وكان أحلى أسبوع عشته في حياتي، وحبينا بعض قوي، وفعلا حسيت إن أنا مقدرش أستغنى عنه ولا هو كمان. لكن للأسف عيوبي بدأت تظهر واحدة واحدة، وهو بدأ يستغرب. بقيت أحس في عيونه إن انتي واحدة غير اللي أنا اتجوزتها تماما. هو يعني بيشوفني كده. وللأمانة هو صبر عليا وكلمني كتير قوي. الأول بدأ يلمحلي إن حابب يرجع من شغله يلاقيني في أحسن شكل ويلاقي ريحتي لطيفة، وكمان بدأ يجيب لي حاجات للعناية. ولما ما لقاش فايدة بدأ إن هو يكلمني، ولما برضه ما لقاش فايدة من الكلام بدأ يخاصمني، ما بقاش يكلمني. وأنا كنت أقول خلاص هصالحه، وفعلا كنت أصالحه ويتراضى، وبعد يومين أرجع تاني لنفس عادتي، لأن للأسف أنا اتعودت على كده، كان طبع فيا. ولما تعب وزهق معايا من كتر المحاولات والكلام قال لي انا ما بقتش قادره استحمل. انتي واحده غشاشه، ضحكتي عليا وانا حاولت اغير فيكي بس انتي ما فيش فايده. اذا ما تعدلتيش يا بنت الناس يبقى كل واحد يروح لحاله، بيت ابوكي اولى بيكي. الصراحه صعب عليا نفسي قوي، وكلمت ماما وحكيت لها. امي قالت لي ايه التفاهه اللي هو فيها دي، هيخرب البيت عشان حاجات زي كده؟ ده انتوا بقالكوا 4 شهور بس جواز. قلت لها بس يا ماما ده يعتبر طردني، وانا صعبان عليا ان يقول لي كلام زي ده. لقيت امي بتقولي بعصبيه معاش ولا كان اللي يطردك، تعالي بيت ابوكي اولى بيكي. كانت امي واقفه معايا حتى لو انا اللي كنت غلطانه. وسبت البيت فعلا. وعلى اخر الليل بابا كلم جوزي وقال له ان لازم يجي عشان يحل المشكله. وفعلا جوزي جه وقال لي بابا يا عمي انت على دماغي، وانا بحب علا وبحبكم، ويعلم ربنا اني بحاول اراضي بنتك، بس بنتك مش بتسمع الكلام ومش بتحاول تراضيني. وانا كلمتها كتير وحاولت معاها كتير وما قلتش الكلام ده غير بعد ما فاض بيا، ولقيتها مش عاوزه تتغير. ده انا حتى يا عمي بقولها ادخلي خدي دش عشان الجو حر وانتي واقفه في المطبخ، ومش عاوزه اكسفها واقولها ان شامم ريحه مش لطيفه منك. تقولي لا احنا بنستحمى يوم الجمعه بس. اقولها طيب اغسلي اسنانك، ما ترضاش. وحاجات كتير قوي يا عمي. جوزي فضل يحكي كل اللي في قلبه. ما كنتش متخيلة ان محمد شايل كل ده في قلبه، لكني رديت عليه رغم دموعي اللي غرقت وشي وقلت له طالما انت متضايق قوي كده مكمل معايا ليه ومستحمل؟ روح اتجوز واحدة تلبس لك وتعمل لك اللي انت عاوزه. انت بتختار المظهر الخارجي بس، وانا بحاول اطبخ لك احلى اكل وبحاول البيت يكون على طول نضيف. انت للأسف عمرك ما هتفهميني. اخر الكلام اقعدي عند اهلك فكري وعيدي حساباتك، ولو ما تعدلتيش وفهمتي ازاي تبقي زوجة انا فعلا مش هستحمل ومش هكمل، وهشوف فعلا زوجة ليا، وانتي خليكي الطباخة طالما مبسوطة بالطريقة دي. محمد قال لي الكلمتين دول ومشي، وانا فضلت اعيط. قعدت اسبوعين في السرير بعيط ومش عاوزة اقوم من السرير، ومحمد ما بيسألش عليا طول الفترة دي. كنت بفتكر الفترة اللي فاتت، وان دايما لما كنت بروح لأم اشتكي لها تقولي يا علا اللي يحبك ياخدك زي ما انتي، ما تغيريش اي حاجة فيكي. كنت بسأل نفسي هي امي فعلا عندها حق ولا انا اللي غلط؟ وانا قاعدة بفكر لقيت رسالة مبعوتالي على الموبايل برقم غريب، كان مكتوب فيها يا علا لازم تيجي العنوان ده، اللي بتدوري عليه هتلاقيه. كنت مستغربة قوي وقلت لماما على الرسالة وان هروح. ماما كانت رافضة في الاول بس وافقت بعد الحاح مني، وانا عارفة ان ماما اصلا ما بترفضليش طلب. جهزت نفسي ورحت للمكان. استغربت لما لقيت العنوان عبارة عن عيادة نفسية. دخلت العيادة ولقيت موظفة الاستقبال بتقولي
مساء الخير مدام علا، اتفضلي الدكتورة مستنياكي. ما كنتش فاهمة حاجة وما كنتش عارفة ازاي عرفت اسمي، بس دخلت الأوضة ولقيت ست قريبة من سني وقاعدة على المكتب، وشها كان بشوش قوي، وقالت لي اقعدي يا علا ما تستغربيش، انا هفهمك على كل حاجة. قعدت ولقيتها بتقولي ازيك يا علا، انا اسمي ناهد، وحبيت اقولك انك كسبتي معانا جلسات مجانية للاستشارات. اكيد بتقابلك مشاكل في حياتك زي مشاكلنا كلنا، تحبي تحكي لي مشكلتك؟ كنت مترددة قوي ان انا احكي لها، بس لقيتها طمنتني وقالت ما تقلقيش، كل مشاكلك بتبقى بيني وبينك بس، حتى مش هكتبها يا ستي على الورقة. حسيت اني مرتاحة واني محتاجة فعلا اتكلم مع حد غير ماما، فبدأت احكي لها الحكاية كلها ومشكلتي مع جوزي. لقيتها بصيت لي وقالت لي محمد جوزك خدك زي ما انتي، ما حاولش يغير فيكي غير الوحش، زي ما انتي لو لقيتي فيه حاجة وحشة هتحاولي تغيريها. الصراحة عندك حق، هو كان بيشرب سجاير وبطلها لما شجعته. بالظبط، احنا لما بنتجوز ده اللي بيحصل، كل واحد فينا بيغير من التاني الوحش اللي فيه ويخليه احسن، عايز دايما يشوفك احلى من اللي هو عاوزه. غيري من نفسك واهتمي بنفسك عشانك انت الاول، ثم عشان تحافظي على جوزك اللي انت بنفسك قلتي انك ما شفتيش منه حاجة وحشة. اتعلمي ازاي تسعدي زوجك بأقل حاجة وهتلاقيه دايما بيحاول هو كمان يسعدك. ولازم تعرفي ان النظافة من الايمان، لازم تقرأي وتراجعي نفسك عشان ترجعي لجوزك أحسن من اللي هو عاوزه. خرجت من عند الدكتورة وحسيت فعلا بغلطتي وإني لازم أغير من نفسي، فرحت البيت وحكيت لماما على كل حاجة. فقالت لي يا علا انت بترمي ودنك لأي حد ليه؟ انت زي الفل حبيبتي. يا ماما الدكتورة عندها حق، أنا لازم فعلا أتغير. وفعلا بدأت أقرأ عن النظافة الشخصية وإزاي أهتم ببيتي وبأكل بيتي وكمان بشكلي وبنظافتي، ونزلت جبت المنتجات اللي محتاجاها بأبسط التكاليف، وجبت كمان لبس جديد، وقررت ان ارجع لبيتي مرة تانية وافتح صفحة جديدة. وحضرت شنطتي ورحت البيت رغم ان امي كانت معترضة، بس قلت لازم احاول. ورحت البيت وبدأت ان انا انضفه الاول. محمد دخل من باب الشقة ولقاني بنضف فسابني ودخل الأوضة. حضرت الغدا وناديت عليه واتغدينا سوا، ولما خلصنا دخل الأوضة تاني وقعد لوحده. وقتها أنا أخدت لبس جديد وشوية حاجات ودخلت الحمام، وطلعت وأنا لابسة فستان جميل جدا وحاطة مكياج بسيط وشعري متسرح وريحتي حلوة. ودخلت على محمد، وأول ما شافني كان منبهر بيا قوي وعمال يقولي معقول انتي علا؟ ده ايه القمر ده كله؟ قلت له أنا أول مرة أحس إني فعلا حلوة قوي وبتعاكس. أنا كنت غلطانة وفهمت الصح، وفعلا أنا كان فايتني حاجات كتير قوي مهمة. هو كمان اعتذر لي وقال لي سامحيني أنا كمان جرحتك بالكلام، واتفقنا إن احنا نبدأ صفحة جديدة. واحنا قاعدين قلت له بس مش عارفة، نفسي أعرف مين اللي بعتلي الرسالة. لقيته قال لي بارتباك الرسالة؟ رسالة ايه؟ يعني انت مش عارف مين اللي بعتها؟ ما نعمل ايه يعني يا علا، لازم كنت اعمل كده عشان احافظ عليكي واحافظ على بيتنا. على فكرة بقى انا كنت عارفة ان انت اللي بعت الرسالة لان ظهر لي اسمك. ازاي ده؟ بس ده رقم جديد. انت نسيت ان احنا اشترينا الرقم ده اصلا سوا بس انت سبته ونسيته؟ ضحكنا انا ومحمد وبدأنا صفحة جديدة، وكانت حياتنا بعد كده كلها سعادة. عاوزة اقول لكم اهتموا بنفسكم عشان كنتوا الأول، ثم عشان حياتكم الزوجية. الراجل مهما كان بيحب الأكل يبقى حلو والبيت يبقى نظيف، بس يحب برضو زوجته تبقى جميلة بأبسط التكاليف. وبس كده، لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتعليق بقى حلو منكم